في حياتنا كلنا بنقابل أشخاص بيدخلوا حياتنا ويغيروا حاجات كتير جوانا. ممكن شخص واحد يخلي يومنا أحلى بكلمة، برسالة، أو حتى بمجرد وجوده. ومع الوقت بنحس إن الشخص ده بقى جزء من حياتنا، جزء من تفاصيل يومنا، جزء من تفكيرنا. لكن في لحظة معينة ممكن نقف مع نفسنا ونسأل سؤال مهم: هو أنا بحب الشخص ده فعلا؟ ولا أنا بس اتعلقت بيه ومش قادرة أتخيل حياتي من غيره؟ السؤال ده مش سهل، لأن أوقات كتير الحب والتعلق بيشبهوا بعض جدا. الاتنين فيهم اشتياق وفيهم تفكير كتير، وفيهم رغبة ان الشخص يفضل موجود. لكن الفرق الحقيقي بيظهر في احساسك جوه العلاقة، وده لان الحب الحقيقي بيديك راحة واطمئنان، لكن التعلق ممكن يخليك عايش في خوف وقلق طول الوقت. طيب، عمرك حسيت ان مزاجك كله متعلق بشخص واحد او بشخص معين؟ يعني لو كلمك تفرح طول اليوم، لو تجاهلك او اتغير شوية تحس انك مش قادر تركز في اي حاجة، مش قادر تعمل اي حاجة اصلا. طيب، عمرك حسيت انك خايف تخلي الشخص ده آه، تبرر له تصرفاته لمجرد انك مش عايز تخسره، او حسيت انك خايف تخلي الشخص يبعد عنك حتى لو انت مش مرتاح في العلاقة؟ لو ده حصل فهو ممكن تكون محتاج تسأل نفسك سؤال مهم جدا: هل ده حب ولا تعلق؟ لان في فرق كبير بين انك تختار شخص لانك بتحبه وبين انك تتمسك بشخص لانك خايف من غيابه. في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفرق بين الحب والتعلق، وازاي تقدر تعرف مشاعرك الحقيقية، وهل العلاقة اللي انت فيها مبنية على حب صحي ولا على خوف وحزين. طيب، اول حاجة، يعني ايه حب ويعني ايه تعلق؟ الحب الحقيقي مش مجرد مشاعر سواء كانت قوية وبس. الحب هو انك تشوف الشخص زي ما هو، بمميزاته وعيوبه، وتختاره وانت مقتنع بيها. يعني انت مش بتحبه عشان هو بيخليك تهرب من الوحدة مثلا، او عشان وجوده بيغطي على فراغ جواك، لكن بتحبه علشان انت شايف ان الشخص ده مناسب ليك، وان وجوده اضافة جميلة وحقيقية لحياتك. الحب بيخليك مبسوط، وبيخليك تقول انا سعيد انك موجود في حياتي. لكن التعلق بيخليك تقول انا مش قادر اكون كويس من غيرك. والفرق بين الجملتين كبير جدا، لان الشخص اللي بيحب بشكل صحي بيكون عنده حياته الخاصة، عنده احلامه واهتماماته واهدافه. هو بيشارك حياته مع شخص تاني، لكنه مش بيلغي حياته علشان الشخص ده. لكن التعلق بيخلي الانسان يحط كل سعادته في ايد بني ادم واحد، يبقى مستني منه الاهتمام عشان يحس بقيمته، ومستني وجوده عشان يحس بالامان. وهنا بتبدأ المشكلة، لانك بدل ما تكون في علاقة بين شخصين بيختاروا بعض، تبقى في علاقة شخص خايف يخسر مصدر الامان الوحيد اللي متعلق بيه. طيب، ايه الفرق بين الحب والتعلق؟ الحب بيكون فيه امان، التعلق فيه خوف. طبيعي جدا انك تكون خايف تخسر شخص بتحبه. اي حد عنده مشاعر حقيقية ممكن يحزن لو فقد انسان قريب من قلبه او قريب منه. لكن السؤال المهم: الخوف ده بيخليك تعمل ايه؟ في الحب انت بتحب الشخص، بتتمنى وجوده، لكن عندك ثقة في نفسك، عارف انك هتقدر تكمل حياتك، وعارف ان قيمتك مش مرتبطة بوجود الشخص ده في حياتك. لكن التعلق بيخلي الشخص يسيطر عليك. الخوف من انك تخسر الشخص يسيطر عليك. تبدأ تخاف من اي تغيير، لو الشخص اتأخر في الرد تبدأ الافكار تشتغل: طيب هو زعلان، هو اتغير، هو خلاص مش مهتم. لو بقى مشغول شوية تبدأ تحس انك مش مهم،
لو طلب مساحة وقت لنفسه ممكن تفسر ده على انه بداية للبعد، وتفضل طول الوقت محتاج دليل جديد يطمنك ان الشخص ده لسه بيحبك. لكن حقيقي المشكلة ان الطمأنينة اللي جاية من شخص تاني عمرها ما هتكون كفاية لو انت من جواك مش حاسس بالامان. لان الشخص المتعلق ممكن ياخد 1000 كلمة حلوة وبعد شوية يرجع يقلق تاني. اما الشخص اللي بيحب بشكل صحي بيستمتع بالحب لكنه مش عايش في خوف دايم من فقدانه. طب ايه الفرق بين الحب اللي بيحبه شخص لنفسه وبين التعلق اللي ممكن يكون نابع عن احساس ان الشخص اللي بيديهولك؟ في ناس كتير بتفتكر انها بتحب شخص معين، لكن لما بتحاول تفهم مشاعرها بتكتشف انها متعلقة بالاحساس اللي الشخص ده كان بيعمله. يعني ممكن تكون متعلق بفكرة ان في حد بيسأل عليك برسالة صباح الخير، متعلق بوجود شخص تحكيله تفاصيل يومك، بوجود احساس ان في حد موجود في حياتك مهم بالنسبة لحد. ده مش معناه ان مشاعرك مش حقيقية، لكن معناه انك محتاج تفرق بين حب انسان حقيقي وبين احتياجك للاحساس اللي بيقدمه. لان الحب الحقيقي بيخليك تحب الشخص حتى في الاوقات العادية، حتى لو بعيد عنك اللحظات الرومانسية، حتى لما بتعرف عيوبه. لكن التعلق احيانا بيخليك متمسك بصورة معينة رسمتها عن الشخص ده مش بالشخص الحقيقي. ممكن تكون متعلق بالذكريات، متعلق بالبداية الجميلة، متعلق بالنسخة القديمة من الشخص. لكن السؤال المهم، هل انت بتحب الشخص اللي موجود دلوقتي ولا بتحب الصورة اللي نفسك يرجع لها؟ طيب الفرق التالت، الحب بيخليك تكون نفسك، التعلق بيخليك تمثل. بمعنى لما تكون في علاقة حب صح المفروض بتحس انك مرتاح، بتكون على طبيعتك، مش محتاج كل كلمة تقولها تحسبها، مش محتاج تخاف انك لو اظهرت مشاعرك الحقيقية الشخص ده يمشي. لكن التعلق ممكن يخليك طول الوقت تحاول ترضي الطرف التاني، تغير من نفسك بزيادة، تخبي زعلك، تسكت عن حاجات بتوجعك، توافق على حاجات انت مش مقتنع بيها. كل ده عشان سبب واحد، المهم ما يسيبنيش. وهنا لازم تسأل نفسك سؤال مهم جدا، هل انا بحافظ على العلاقة دي ولا انا بخسر نفسي عشان العلاقة؟ لان العلاقة اللي محتاجة منك انك تلغي نفسك عشان تستمر غالبا مش علاقة صحية. الحب الحقيقي مش بيطلب منك تختفي عشان شخص تاني يكون موجود معاك. الحب الحقيقي بيخليك اقرب لنفسك مش ابعد عنها.